فعادي يا جماعه الكتاب بيتضاف فيه والدنيا حلوه. المشكله انا اللي بيغيظني الاسئله، والله بجد. انا يا جماعه معلش لو في مسيحي موجود ما يعني سامعني وممكن يتضايق من كلامي، اتمنى ما يتضايقش. جملتين بيستفزوني جدا. اول حاجه لما يجي المسيحي يقول انت ليه بتكفرنا؟ انت ليه بتكفرنا؟ دي من الجمل اللي بتضايقني قوي على فكره. ليه بقى؟ ليه بكفرك؟ ده انت بتقول ان الله عيش وبتاكله، او ان انت بتقول انا باكل الله. انت ايه كفر تاني؟ ده الاباء عندك بيقول نعترف بالهين، نعترف بالتالي بالهين. ايه كفر تاني؟ ايه كفر تاني؟ ده انت بتعبد جسد المسيح المخلوق المتحد باللاهوت. ها ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ يعني ايه اللي ناقص تاني؟ انت بتعبد مخلوق، انت بتعبد مخلوق. الجسد مخلوق، انت بتقدم له العباده والسجود. ده انه مين اللي بيقول الكلام ده؟ القديس حبيب جرجس. لو انت هتقول ان هو بيتكلم عن الجسد اللي هو لحم ودم، فهو بيقول ايه في كتاب اسرار الكنيسه السبعه صفحه 75؟ بيقول وبما ان الخبز والخمر في هذا السر الاقدس هما جسد المسيح ودمه، فيجب ان تقدم لهما العباده والسجود. فلو انت هتقول انا مش بعبد العيش المخبوز، يبقى انت كده بتعبد الجسد المخلوق. طب مين اللي بيقول ان هو مخلوق؟ القديس اثناسيوس الرسولي. يعني ايه مخلوق؟ يعني كان في فتره من الفترات ما كانش موجود وبقى موجود. ده القديس اثناسيوس هو اللي بيقول الكلام ده. طيب انت بتقدم له العباده؟ نعم. انت يا مسيحي بتعبد المسيح، بتعبد جسد المسيح المخلوق عشان متحد باللاهوت. فانت بتعبد جسد المسيح المخلوق المتحد باللاهوت.